لما بيبدأ سن المراهقة بنبتدي في ولاد معينة بيحصل لها تغيير في الميول الجنسية. يعني البنت عايز تقول شعرها خالص، بتلبس لبس أولاد. الأولاد بنلاقي إن كل أصحابه بنات، بيتكلم بطريقة شبه طريقة البنات. بيحصل بقى إيه؟ مش تفهم، هو البيت بيضرب بعضه. فالأم تعمل إيه لما تحس إنه البنت بتتغير أو الولد بيتغير؟ ده موضوع كبير قوي، والاضطرابات الهوية الجنسية من الاضطرابات اللي بتحصل فعلا على بوادر المراهقة، بتبتدي حتى من سن 10 سنين وطالع. بس مشكلة اضطرابات الهوية ليها أبعاد كتيرة قوي. يعني ليها شكل بابا وعلاقته بالطفل، شكل ماما وعلاقتها بالطفل، اللي الطفل متعرض له من معلومات، واللي الطفل متعرض له من ناس، والإساءات اللي ممكن تكون حصلت له مثلا في المدرسة من صحاب ولاد أو بنات. يعني عايزة أقول الأسباب بتاعتها كتيرة، وفي جزء منه كتير قوي. مثلا الأهالي اللي مثلا بتقول إلا انك تبقى الولد تقول له الا الجي الا الليزبيان. ساعات كتيره لو انا علاقتي وحشه باهلي، انا دي حاجه من الحاجات. فاكره حد من المراهقين كان جالي مامته الحاجه الوحيده يعني اللي قررت تقولها له دي اكتر حاجه وحشه واكتر حاجه بتغضب ربنا، فاوعى تبقاها. فغالبا هي شخصيتها في عيال كده، لما نقول لها الحاجه نقول قبل الحاجه نو تعمل الحاجه. فهي ابتدت تدور في المجال ده وتتقرب من ناس كده على الانترنت وتتعلم الموضوع ده. وانا في رأيي كله انه كان محاولة لاغضاب الام، لانها مش مبسوطة منها، لانها مش تقضي وقت معاها. فعايزة اقول الموضوع كبير قوي. وساعات انا لو انا عندي تخوفات، انا في الحتة دي يمكن ألجأ للطبيب قبل حتى ما يوصل الموضوع للخطر. يعني اول ما احس اني قلقانة، لانه يمكن تدارك الموضوع والطفل لسه بيتطور والهويه لسه بتتطور، في امكانيه لده. لكن بعد ما يوصل لسن معين، فانا مش عايزه احط راسي في الطين واقول لا مفيش حاجه، كل حاجه كويسه. انا اول ما احس بتعليق تعليقين سواء جوايا او من ناس صحابنا بيحبونا، على طول لازم الجا لحد. علشان في حاجات في داينامكس العيله، في علاقه الاب بالام، في علاقه الاهالي بالعيال، محتاجه ظبطه ومحتاجه تغيير، عشان ممكن تاثر على موضوع الهويه الجنسيه. مشكلة كل البيوت ان رأي بابا غير رأي ماما، ولو بتوافق عليه ماما مش بيوافق عليه بابا، وممكن بنبين ده قدام الولاد. فبيبقى اوتوماتيك البنت عارفة ان هي هتروح لماما، هي اللي بتوافق. وساعات على فكرة الامهات بتبقى مبسوطة انه ده هي بتجيلي انا، انا الحنينة بتاعتهم، ده هما بيسمعوا كلامي. فده لحد فين حلو، لحد فين مشكلة. طيب أنا دايما أقول للأهالي حتى لو أنتوا مش طايقين بعض وبينكوا مصانع الحداد، حتى للمطلقين كمان، يعني أنا بتكلم على كل الناس. مع العيال لازم يبقى عندنا نفس القرار جابها ايا واحدة. كان القرار. يعني نمشي شويه على مدرسه بابا ونمشي شويه على مدرسه ماما، يعني قصدي احنا الاتنين لازم نبقى راضيين. لكن فتح ثغرات في الحته دي، اولا المشكله دي انه العيال اوريدي متلخبطه زي ما شرحنا، وجواهم صراعات كتيره، فمش هنضيف ليها صراع بابا وماما. يعني على الأقل نبقى واخدين مواقف في مواعيد الرجوع، في القواعد العامة للمذاكرة، القواعد العامة للفسح، القواعد العامة هنشرب ايه وما نشربش ايه، يعني الحاجات اللي هي طبعا أنا بشوف مدارس مختلفة جدا بين الأهالي، بس أنا عايزة أقول نوصل لأي حاجة في النص ونوصلها للعيال أفيد لهم كتير قوي من إن احنا نسيب لهم ثغرات يخشوا منها. كفاية عليهم لخبطتهم، ونحاول يعني عايزة أقول نطلع صراعاتنا على قد ما نقدر برا، نحط 1 2 3 4، هنخلي العيال تخرج إمتى، هنديهم مصروف كام، هيسافروا ولا لأ، هيصاحبوا مين، يعني الحاجات اللي احنا نحاول نعملها. وهي يسأل بابا هو يسأل ماما هو، ولو حتى مش بنتكلم نقول له اسأل بابا واقول اسألي ماما، واحنا الاتنين اللي هيقوله لنا هنتفق عليه ونعمله. واذا احنا مش عارفين نتفق ماما وبابا، يبقى اللي عايش عايزه اقول اللي مقضي وقت مع العيال هو اللي هيبقى له الاجابات، لانه هو اكتر حد دريان بالمعلومات. والتاني هيقول انه لو انت عايز يبقى لك راي، لازم تقضي نفس كميه الوقت والانفولفمنت او التوريطه عشان تقدر تحكم على الحاجات نقول عليها ولا لا. ما تجيش من بعيد كده تقول اي كلام وخلاص. بالظبط.